تمام 10 مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات، نحييكم ونستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. معهد ريتفيا للتقنية يخرج دفعة جديدة. الاحتفال باليوبيل الفضي للخدمة الوطنية. افتتاح مهرجان ريتريو ألمانيا. قتلى ومصابين في هجوم لحركة الشباب على فندق بكيسمايو. روسيا تبدأ تسليم منظومة صواريخ اس 400 لتركيا. وحاكم هاواكي يعلن حالة الطوارئ بسبب الحرائق. في إطار الاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة الإريترية في التعليم وبناء الشباب بالعلم والمعرفة، خرج معهد ريتفيا للتقنية طلابه بدرجات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم في مجالات التربية والهندسة والتقنية والعلوم. وللمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي. شهد معهد ريتفيا للتقنية في 13 من يوليو الحالي تخريج 1166 طالبا بالدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وقد تخرج 4 طالب بشهادة الماجستير و583 بالبكالوريوس و579 بالدبلوم من كلية التربية والهندسة التكنولوجية وكذلك كلية العلوم. وكان 548 خريجا من كلية التربية و369 من كلية الهندسة والتكنولوجيا و245 من كلية العلوم. في غضون ذلك خرجت كلية العلوم والتقنية البحرية بمصوى للمرة 12 في تاريخها 131 طالبا، 88 منهم بالبكالوريوس و43 بالدبلوم. وفي مراسم التخريج التي حفلت بحضور الوزراء والقائم بأعمال المفوضية الوطنية للتعليم العالي والأبحاث الدكتور هيلو محتون، ألقى عميد كلية العلوم البروفيسور جبرايس قدوم كلمة أوضح فيها أن ازدياد وتوسع الكليات دليل على الاستثمار الضخم الذي ظل يشهده القطاع التعليمي خلال 28 عاما مضت، وأن المتخرجين من هذه الكليات سنويا ظلوا يساهمون بفعالية في إنجاح البرامج التنموية الوطنية. وأضاف البروفيسور جبراي بأن 3 من الكليات التي كانت تدار تحت معهد ريتفيا للتقنية اعتمدت في الوقت على ذاتها بفضل إعادة هيكلة التنظيم التي شهدتها المؤسسات التعليمية العليا في العام 2018، وذلك يعتبر مثالا حيا للخطوات المتخذة من أجل توسعة المؤسسات التعليمية العليا. أعلن قائد مراكز التدريب العسكري العقيد إزرا ولد جبريل أن الاحتفال باليوبيل الفضي للخدمة العسكرية بسوا سينظم من الأول وحتى 4 من أغسطس في سوا تحت شعار سوا خيار صحيح نحو مستقبل مشرق. وأوضح العقيد إزرا في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية أن قرار الحكومة الإريترية إقامة الخدمة الوطنية وتنفيذها يعكس الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، وأن الشعار المختار للمناسبة يعكس ذلك. وأشار العقيد إلى إجراء الاستعدادات الواسعة للاحتفال بالمناسبة بحفاوة كبيرة ترسخت في الأذهان لفترة طويلة، موضحا بأن فعاليات الاحتفال تشمل البرامج الفنية والثقافية وعروض الكرنفال والمارشات العسكرية والأسلحة التقليدية والحديثة ومعارض الفن التشكيلية والصور والابتكارات وصور الشهداء أعضاء الخدمة الوطنية، وكتاب يحوي قصص تاريخ سوا وفيلم وثائقي وسيمينارات ودراسات وأنشطة رياضية. هذا وقد عدت الأقاليم والمؤسسات الحكومية برامج في الاحتفال. وذكر العقيد إزرا بأن الاحتفال يتوقع المشاركة فيه أكثر من 10,000 مواطن، وسيتوجه المواطنون من الداخل من مديرياتهم ومن الخارج عبر الاتحاد الوطني للشباب والطلبة
حيث تم اكتمال جميع التجهيزات لاستقبال الضيوف. وقال العقيد إزرا بأن ساوى مواصلة استمرارية للساحل، معربا عن ثقته للاستفادة من الاحتفال كتقييم ومرحلة انتقالية لتحديات السنوات ال25 الماضية والمميزات المحققة في ساوى، وبناء الأجيال القادمة بوسائل جديدة متطورة. افتتح الليبراليون المقيمون في ألمانيا في 12 من يوليو الحالي مهرجانهم السنوي في مدينة جيسن، وسيستمر المهرجان الذي حضره وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس جبريوت، وعدد كبير من الإريتريين في مدن ألمانيا ودول أوروبا والأجانب أصدقاء إريتريا، سيستمر حتى 14 من يوليو الحالي. وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات في ألمانيا السيد حديش جويتهم في الافتتاح أهمية ومميزات المهرجان، وشكر كافة المساهمين لتنظيمه. وقال مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية في السفارة الإريترية السيد كحساي تولده أن مهرجان هذا العام يبرز صمود وتفاني الشعب الإريتري والحكومة الإريترية لتنظيمه بعد مضي عام من اتفاق السلام والصداقة الموقع بين إريتريا وإثيوبيا. وشهد احتفال الافتتاح مناشط فنية للشباب وأطفال مدينة جيسن، ويتضمن المهرجان المستمر ل3 أيام سيمينارات ومحاضرات وجوائز الطلاب المتفوقين ولقاء مع الأجانب أصدقاء إريتريا ومناشط فنية وبرنامج التدريس بلغة الأم وقرية للأطفال. يقوم سكان مديرية حقات بجهود بناءة لإصحاح البيئة، وذكر في مناسبة تقديم شهادة تقدير لقرية عد فلكت لبرامج نظافة البيئة التي قامت به، تم الإشادة على انخفاض الأمراض المعدية المستفحلة نتيجة إصحاح البيئة. وأوضح الكادر الصحي ووكلاء إصحاح البيئة أن نظافة البيئة تحد من أمراض التهابات الرئة والعين والأذن والجلد والملاريا وأمراض الالتهابات والإسهال وغيرها من الأمراض. ويقطن عد فلكت التي تبعد حوالي 3 كيلومترات إلى الشمال من مدينة حقات 390 مواطن. مشاهدينا الأفاضل، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قال رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد أن عدد قتلى هجوم استهدف فندقا في مدينة كيسمايو الصومالية ارتفع إلى 26 قتيلا، بينهم مواطنون من كينيا والولايات المتحدة وتنزانيا وواحد من بريطانيا. وأضاف المسؤول في بيان أن مرشحا رئاسيا في الانتخابات المحلية المقبلة لقي حتفه أيضا في الهجوم الذي نفذته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وكان ضابط بالشرطة الصومالية قد في وقت سابق أن قوات الأمن أنهج هجوما شنه مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية المتشددة على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية بجنوب البلاد. وكان أفراد من تلك الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة قد اقتحموا الفندق بعد استهدافه بسيارة ملقومة، بينما كان شيوخ قبائل والنواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة. بدأت روسيا تسليم تركيا نظاما دفاعيا صاروخيا متطورا في خطة من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا التي تشاركها عضوية حلف شمال الأطلسي، وأن تدق إسفينا في قلب التحالف العسكري الغربي. وقالت وزارة الدفاع التركية أن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الجوي S-400 نقلت جوا إلى قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة تنفيذا للصفقة التي أبرمتها تركيا مع روسيا، والتي حاولت الولايات المتحدة منعها على مدى شهور. وبثت قنوات تلفزيونية تركيا لقطات لطائرات شحن ضخمة من طراز أنتونوف تابعة لسلاح الجو الروسي، وهي متوقفة لتفريغ معدات في القاعدة الجوية. وكان رد فعل واشنطن التي هددت بفرض عقوبات على تركيا محدودا مع تصريح القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر أن الموقف الأمريكي لم يتغير، وتقول الولايات المتحدة أن هذه المعدات العسكرية الروسية لا تتوافق مع نظم حلف الشمال الأطلسي، وأن الحصول عليها يمكن أن يؤدي إلى إبعاد تركيا من برنامج لإنتاج الطائرة المقاتلة F-35.
أعلن حاكم هاواي حالة الطوارئ في جزيرة ماوي حيث يكافح رجال الأطفاء حريقا أجبر السلطات على إجلاء الآلاف وأدى إلى تصاعد دخان كثيف فوق الشواطئ القريبة. ورغم أن السلطات سمحت فيما بعد لمعظمهم من تم إجلاؤهم إلى منازلهم بالعودة، فقد اتسع النطاق الحريق لأكثر من 3 أمثاله وامتد ليغطي نحو 9000 فدان من الأراضي. ونجح رجال الإطفاء في احتواء 60% من حريق جزيرة ماوي التي يطلق عليها أيضا اسم فالي إيل، لكن المسؤولين نبهوا إلى احتمال فتح الملاجئ مرة أخرى إذا صدرت أوامر بإجراء المزيد من عمليات الإجلاء. جلس رجل بلجيكي على مرحاض نحو 5 أيام هذا الأسبوع لتسجيل رقم قياسي عالمي. ودخل جيمي دوفرين الذي يسعى ليعمل قائد للحافلة في تحدي مع نفسه بالجلوس لمدة 165 ساعة على مرحاض نصب خصيصا لهذا الغرض وسط حانة، لكن قواه خارت صباح يوم الجمعة بعد 116 ساعة. وكانت حانة فيليبس بلاس في مدينة أوستن مفتوحة طوال مدة التحدي، وسمح للرجل باستراحة ل5 دقائق كل ساعة، وكان بوسعه تجميعها من عدة ساعات ليأخذ قسطا من النوم. والمفارقة أنه كان يحتاج لاستراحة لدخول الحمام نظرا لأن المرحاض الذي يستخدمه في التحدي غير موصول بشبكة الصرف، ولا يوجد رقم قياسي عالمي للجلوس على مرحاض. لكن البلجيكي قال أنه علم بوجود شخص آخر فعل نفس الشيء لمدة 100 ساعة. بهذا نصل وإياكم إلى نقطة الختام. في أمان الله وحفظه.